يبقى خاتم في صباعك، خاتم في صباعك وصباع بنتك، لكن ما عملتوش حساب الغيب، ما عملتوش حساب الله اعلم ممكن السحر يتفك في اي وقت، ازاي ما تعرفيش؟ الله اعلم. الله أعلم. اصل مش الشياطين والجن هيغلبوا ارادة ربنا ابدا، مش هيغلبوا ارادة ربنا، مستحيل. قدرة الله ماشية زي ما هي، إرادة الله ماشية زي ما هي، المكتوب من الله سبحانه وتعالى هيتنفذ زي ما هو. ما إلا إنك بتغضب الله سبحانه، بتغضب ربنا باللي بتعمليه من السحر والشعوذة والكلام الفاضي ده، غضبت الله. جوز بنتك اتجوز غير بنتك، نفع سحر ما نفعش سحر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كره بنتك الله أعلم، حب بنتك الله أعلم. طبعا كل حاجة اتقلبت، الحسابات خالص اتغيرت، اتقلبت. اتجوز غير بنتك وخلف منها برضه، وبنتك عرفت بس بعديها بشوية. بس ايه اللي حصل؟ ما عرفتش برضه. سبحان الله العظيم، تخلي بنتك تعيش العمر كله مرتاح. واللي زاد وغطى، نسيت اقول لكم، واللي زاد وغطى والله اعلم ان كان ده السبب في ان الدنيا اتقلبت على بنتك ولا لا. الله اعلم ان لما اتجوز البنت دي، اي نعم هي بنت واحد كبير برضو زي جوزها، انتوا ناس بسيطة بس كنتوا ناس محترمة، بس اللي عملتيه ما كانش صح. المهم لما اتجوز الست دي او البنت اللي معاه، المشكلة الكبيرة ان احنا بنعمل نفسنا عبط في حاجات كتيرة. البنت التانية والله العظيم هتستغرب، عملت له سحر. ايه الحكاية؟ ايوه اقسم بالله العلي العظيم عملت له سحر. فالله أعلم إن كان السحر التاني غلب الأولاني، الله جم على إيه ما عرفش، فكوا الله أعلم، أصبح مش لاقي مراته وبيته وعياله، الله أعلم برضه. بس لما ما هي الست الكبيرة اللي هي ما قدرتش تروح معاها، والراجل اللي عمل لها السحر مات، فلجأت لشيخ تاني، شيخ بقى مش جسيس المرة دي، فقال لها ده معمول لها عمل ومعمول لها مش عارفة ايه وبخراب البيت والكلام ده، ومراته التانية عملت له ومراته التانية سوت له. لا، مراته التانية ممكن الله أعلم ما تكونش عملت، لأن هو اللي راح لها وهو اللي أعجب بيها، فمش محتاجة برضو إن تعمل. وبعدين بنت ناس كبار، فهو اللي هو اللي جرى عليها.